ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا وسهلا بيكم النهارده في روتين جديد ويوم جديد وفيديو جديد من فيديوهات يوميات سوبر دودو. قبل ما نبدأ الفيديو نقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلوا على النبي كده يا جماعة، وتعالوا نقول بسم الله الرحمن الرحيم كده. وبدأنا يومنا ان انا صحيت من النوم كده قاعدة، الدنيا عطلت طبعا والدنيا وقفت ومفيش اتصالات، مفيش موبايلات، مفيش تحويلات، مفيش اي مصلحة حكومية بتستخدم الفيزات شغالة. فحاسة النهاردة كده عملت مشوار للبنك الصبح، ولقيت البنك الموظفين قاعدين مربعين ايديهم وقاعدين على الباب، على باب البنك. فقلت انا اندهشت والله العظيم، انا اتفاجئت انا، لان امبارح كلمت الكول سنتر بتاع البنك فبقول له الفروع بكره شغاله، قالوا لي اه شغاله. فروحت النهارده اتفاجئت ان هم قاعدين بيقولوا السيستم وقع من امبارح ومفيش طبعا ايه، ولا تحويلات بنكيه ولا سحب ولا ايداع ولا اي حاجه. طبعا كنت الكلام ده كان الساعه 10 الصبح، فرجعت تاني، فطلعت كده عشان حاولت عشان انام تاني، معرفتش انام. فقلت اما اقوم بقى ايه، العيال بيبقوا كل يوم مش عايزين ولا ياكلوا بيض ولا يفطروا جبنه، ولا مش عارفه، بحتار قوي في موضوع الفطار ده قوي قوي. مصطفى وجانا بيسهروا بالليل وبيصحوا متاخر، وانا ببقى فطرت واللي موجود باكل منه، لو سلقت بيضه هاكلها، لو سندوتش جبنه بكوبايه شاي هاكله. اما عيالي بقى بصراحه بيدوخوني في موضوع الفطار ده. فالمهم ايه، قلت اعمل لهم صينيه كيك كده. بيحبوا هما كيك، وبقالي كتير ما عملتهاش، بقالي كتير قوي قوي. فقلت اعمل بقى كيكه سخنه كده يقوموا يفطروا بيها مع كوبايه شاي بلبن ولا حاجه. وفعلا اهو زي ما انتم شايفين، حطيت في الخلاط كوبايه سكر معاها كوبايه لبن معاها 3 بيضات. وحطيت ايه زي كوبايه الا ربع كده سمنه على زيت. عندي سمنه، قلت ايه اطعمها شويه الكيك بسمنه بلدي حلوه عندي، وضفت شويه زيت كده يخلوها هشه شويه. وحطيت باكون فانيليا على البيض، وضربت كل بقى اللبن والزيت والسكر والبيض مع الفانيليا كله في الخلاط. بعد كده الخليط ده نزلته في البولة اللي انتوا شايفينها دي، وبعد كده كوبايتين دي عليهم باكو بيكنج باودر، وبضربها جامد زي ما انتوا شايفين كده. اهم حاجة الضرب بتاع الكيك عشان يطلع عالي ويطلع هش وخفيف. طبعا بصوا العجينة، لما بتلاقي العجينة ماسكة شوية في ايدك كده وبتلف معاكي بصعوبة في المضرب السلك دي في لبن، لحد ما تحسيها ان هي ايه بتتلف معاكي او بتجري معاكي في الضرب ده. حسيتيها تخينه؟ بصي لما بترفعي كده المضرب السلك ده لفوق وما تنزلش معاكي خط كده طويل، تبقى محتاجه ايه، محتاجه لبن تاني، محتاجه سائل تاني. السوائل بتاعتها كانت خفيفه شويه. شايفين انا ايه، كل ما احس ان هي ما بتدينيش الخيط الطويل ده، اروح ايه اضيف لبن تاني لحد ما لقيتها إيه حلوه يعني في ايدي. الضرب بقى ده يعني بدخل هوا كتير، هوا كتير ينفشها يعني. انا ما حطيتش سكر كتير، هي كوبايه سكر واحده بتطلع مظبوطه جدا على فكره، ومتبقاش محليه قوي. لازم الكيك ما يبقاش محلي، ما يبقاش سكره عالي يعني. مع كوبايه اللبن مع كوبايه الا ربع زيت وكوبايتين دقيق وثلاث بيضات وباكو فانيليا، 2 فانيليا وواحد بيكنج باودر. جبت الصينيه برضو دهنتها سمنه اهوت، وهحطها بقى ايه وانزل بيها كلها بالسباتيولا كده، وندخلها الفرن وتسيبها بقى تعيش حياتها. اللي حصل طبعا امبارح كلنا اتفاجئنا بيه. انا كنت برضو بره وبحاول اتعامل مع المكنه بتاعه الاي تي ام اللي هي اللي نسحب منها بالفيزا. لقينا حاجه غريبه قوي، المكن كله واقف يعني. رحت اكتر من منطقه واكتر من شارع عشان احاول ان انا اتعامل مع المكنه اللي في الشارع واحط الفيزا وتشتغل، لقيتها لا ما بتشتغلش. فحسيت في حاجه غريبه. فبس فالدنيا بقى صباحنا النهارده، الدنيا كل حاجه متعطله وكل حاجه واقفه يعني. مش عارفه بقى اما نشوف امتى هتتحل المشكله دي، عشان السنترال بتاع رمسيس اللي في القاهره كله اتحرق يعني، ولع. جو حر والعيال اجازه دلوقتي، عيالنا كلهم اجازه، فطبعا لازم يقوموا من النوم كده يا جماعه يعني. روقوا على عيالكم بقى يعني، طول الشتاء تعبانين في الدروس وتعبانين في المدرسه وامتحانات، فالصيف يجي بقى عشان هم ما يحسوش بملل وزهق. نروق عليهم بقى بحته كيكه زي اللي احنا عملناها كده، شويه عصير مانجا حلوين،
انا جبت مانجا عويسي كانت حلوه قوي يعني. جبت الكيلو ب50 جنيه. ففي حبيتين طلعوا يعني ايه مش مسكرين قوي يعني، فاهمين اللي هو مززه قوي يعني. فقلت اخليهم اعملهم عصير، وعندي مصطفى ابني بيحب العصير جدا جدا يعني، ربنا يبارك فيه ويحفظه يا رب. فقلت اعمل عصير واسيبه يسقع في التلاجة. بص صينيه الكيكه طلعت بقى جميله. ايه الحلاوه دي! هشه جدا، قلبها خفيف جدا جدا جدا. بحاول اطلعها سخنه 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 بجد سخنه. طبعا انا ما كنتش فطرت، قمت على طول عملت صينيه الكيكه دي وعملت العصير وما كنتش فطرت. فقلت بالمره بقى ايه، طلع لي كام حته كده مع كوبايه شاي. بصوا بصوا بصوا، منفوشه نفشه جميله، وهشه وطريه اسفنجيه جميله، وخفيفه قلبها خفيف جدا. بس عملت لي شويه شاي اهو، وما اكلتش التلاتة، خلي بالكوا، محدش يقول ده كل دول هتاكلهم. لا والله ما اكلتهمش، اكلت حتتين بس وشلت التالتة. حتى الطرف بتاعها الجوانب بتاعتها كانت طالعه حلوه قوي، كانت طالعه خفيفه وعاليه برضو. وادي الشاي بتاعنا، ويلا نروح نفطر ونشوف ورانا ايه بعد كده، هنعمل ايه تاني. لازم نمسح بقى الرخامه وننضف حوالينا. سبت بقى الصينيه زي ما هي، اللي يقوم بقى عشان تفضل سخنه كده، اللي يقوم ياخد ويعمل يعني، يفطر منها يعني. وبدل حيرة الفطار كل يوم، حيرة فطار وحيرة الغدا وحيرة العشاء. النهارده بقى انا عندي كفته، وعندي قصدي عندي لحمه مفرومه في التلاجة من بتاعه العيد. فقلت اطلع بقى يعني عملت منها حواوشي كتير اللحمه دي، لكن ما عملتش منها كفته ولا مره. فقلت بقى، وعملت منها صينيه مكرونه، وعملت منها صينيه رقاق. فعندي لسه لحمه مفرومه، قلت اجرب بعمل منها كفته بقى. ما عملناش كفته من زمان برضو يعني، من الاكلات النادره اللي ما اعملها هي الكفته يعني. انا بصراحه يعني مش بحبها قوي، بس انا عيالي يعني لو عملت لهم بياكلوها. بس انا النهارده هعملها ايه، بحاجه معاها كده تخليها تتاكل. وبعدين ولا عامله جنبها رز ولا عملت جنبها مكرونه، فقلت ايه بالعيش كده والسلطات. حطيت بصلتين مع قرنين فلفل، واحد سبايسي وواحد عادي، وطماطميه بس بتطعم الكفته شويه، طماطميه واحده صغيره. فرمتهم فرمه حلوه بقى ايه في الكبه كده، ونزلت عليهم على اللحمه. الملح بتاعنا فلفل اسود، ومش بحط توابل يعني. حطيت شويه حبهان مطحون، لكن لا كزبره بقى ناشفه ولا اي حاجه. اهو شويه الفلفل الاسود وشويه حبهان مطحون، بيبقى حلو مع اللحمه ومع الكفته، مع صينيه اللحمه، مع برام اللحمه بالبصل، اللي هو الحبهان المطحون او المستكه. بس كده انا ايه عجنتها بقى. لازم تتعجن كويس قوي اللحمه مع البصل مع التوابل بتاعتها دي يعني، والفلفل الاخضر ده لازم يعني. بصوا بقى، انا عندي ايه، عندي بطاطس اللي هي بطاطس تحمير، محامير. كنت مخزنه يعني كميه في التلاجة في الفريزر ودول اخر شويه كنا بنطلعهم يعني نحمر منهم وكده. فدول اخر شويه في الكيس. فقلت ايه، احطها في صينيه الكفته. بحط زي ما انتوا شايفين كده شويه زيت في قعر الصينيه، وحطيت الصوابع البطاطس كده. هي جامده وماسكه في بعضها شويه، بس هي هتفك بقى في النار. فقلت ايه، يلا احطهم كلهم كده، وهنزل بصوابع الكفته عليها. الكفته بقى هصبحها كده، وانا بصبحها بتك عليها فبتنزل ميتها. تمام. واروح رصاها كده على الصوابع البطاطس. تقوم الكفته لما تستوي بحطها على النار شويه على البوتاجاز من فوق، ما بدخلهاش الفرن على طول، بديها غلوه او غلوتين على النار لما الميه بتاعتها كلها تنزل. فلما جيت حطيتها على النار النهارده، لقيت الكفته عشان انا وانا بصبحها كده بايديا بقيت اتك عليها فبقت تنزل ميه. فلما جيت حطيتها في النار لقيتها ايه، ما فيهاش ميه كتير. فرحت حطيت شويه ميه من الكتل، بس ميه سخنه وهي بتستوي، عشان تسوي البطاطس وتسوي الكفته مع بعض. انا بعمل صوابع كبيره اهي، وبتك عليها زي ما انتم شايفين، بحيث ان هي ايه تنزل الميه اللي فيها. انا كنت حاسه ان هي الميه اللي فيها مش ميه البصل، كنت حاسه ان هي ميه اللحمه، لانها كانت نازله ميه حمرا كده.
صلوا على النبي يا جماعة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا رب بس يفرجها بكرة والدنيا تروق بكرة والدنيا تشتغل بقى. الدنيا متعطلة في حاجات كتير قوي متعطلة، فالله المستعان كده، ربنا ييسر الأمور ويا رب يا رب الدنيا ترجع تشتغل. والاتصالات يعني الموبايلات وقفت، الخطوط، النت الحاجة الوحيدة اللي شغال يعني شركة وي شغالة، يعني النت بتاع وي شغال. ده اللي انا سمعته، معرفش بقى شركة فودافون النت بتاعها مع التحويلات الكاش كلها واقفة، التحويلات البنكية كلها. بصوا صينية بصوا بقى الجمال، شفتوها وهي نية؟ ادي بقى وهي مستوية، دخلت النار من فوق الاول وبعد كده حطيتها في الفرن في تحت الشواية. البصل والتوابل بتطلع البطاطس طعمها فظيع، يعني البطاطسايه دي احلى من المحمره دي كده، طعمها مستويه. طبعا ميه الكفته كلها نزلت في قلب البطاطس، خلت البطاطس تستوي وفي نفس الوقت واخده طعم اللحمه، فتاكلي بقى من البطاطس دي تحفه. وادي الكفته كمان اهي، الله مستويه زي ما قلت لكم. البطاطس تحفه تحفه تحفه. عملت سلطه الطحينه، عملت سلطه خضراء حطيت عليها مستردة وزيت وليمون. بصوا بقى عيش كده، هنطلع عيش بقى مع البطاطس مع السلطه مع سلطه الطحينه. والحلو بقى زي ما قلت لكم صينيه الكيكه اللي انا عملتها القمر دي، وشويه عصير المانجا الحلوين دول. ايه رايكم بقى؟ ده كان غدا النهارده واكلنا النهارده. ده كان يوم النهارده وروتين النهارده. روتين النهارده كان خفيف كده وظريف. عملنا صينيه البطاطس دي بالكفته وشويه السلطه معاها، وهنطلع عيش دلوقتي وهنعيش حياتنا. والحلو زي ما قلت لكم اللي هو الكيك ومعايا عصير المانجا. واحنا فطرنا اصلا من كيك، يعني مش دي الصينيه، يعني الصينيه نصها خلص لان كلنا قمنا وفطرنا. وده كده غدانا النهارده ويومنا النهارده. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. لو عجبكم الفيديو بقى ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناه، وبحبكم قوي. يلا باي باي، مع الف سلامه. اوعوا تنسوا اللايك يا جماعه.